السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ مزيان بخيرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد مع التأهل ديال المنتخب الوطني المغربي إلى النهائي نيجيريا. الإخوان ديالنا بغينا نعرفوا المنتخب الوطني المغربي فوقاش ما غيبقاوش فيه الأخطاء في الشوط الأول ويتماركاو عليه الأهداف ويسبق هو يماركي. أما بحال المقابلة ديال اليوم كما لاحظنا، المنتخب ارتكب الأخطاء، تسجل عليه هدف دقيقة 55، كيتسجل الهدف ديال التعادل للمنتخب الوطني المغربي، والشوط الثاني كيخرج التعادل. واش المنتخب الوطني المغربي ما غاديش يلقى الحلول او الورقه الرابحه اللي غادي يلعب بها ويجيب له الاهداف، ولا صانع اهداف باش يماركوا الاهداف؟ على المنتخب الوطني المغربي لا د الرجال ولا د النساء كنلقاو فيهم نفس الديفو. الاخوان ديالنا غادي نمشيو نشوفوا اللاعبات فرحانين بالتاهل ديالهم على حساب غانا، ونشوفوا الاعلام اش كيقول على المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الغاني. واش انت معانا ولا مع غانا؟ المغرب مش هيحرجنا. كنت عارف والله ان منتخب المغربي للسيدات هينزل الشوط الثاني ويكون حاجة تانية، وهيقدر انه يتعادل وهيقدر انه يكسب وهيقدر انه يفرحنا وهيقدر انه يوصل للمباراة النهائية عشان يواجه منتخب نيجيريا، علشان نكتسح نيجيريا كمان وعلشان نرفع كأس بطولة افريقيا. مليار مبروك، مليون مبروك. اول حاجه كنبغي نشكر الجماهير المغربيه على الحضور ديالها الصراحه. كما كانوا ديما في الموعد جاو ساندونا، كنبغي نشكرهم بزاف. كنبغي نشكر البنات على القتاليه ديالهم والستاف تكنيك اللي حنا ديما تحت الاوامر ديالهم، اي حاجه كيطلبوها منا كنحاولوا جاهدين اننا نطبقوها، والحمد لله جا الانتصار وان شاء الله نكونوا واجدين ان شاء الله. واخويا حنا كنموتوا على المغرب وديما مغرب، ديما مغرب. وكنبغي نشكر الجماهير على الحضور ديالها الصراحه، كيساندونا بزاف وكنبغي نشكرهم. وان شاء الله الموعد غيكون في الفينال، يجيو بكثافه ويجيو يساندونا ويعطينا واحد الدفعه قويه ان شاء الله. والحكامه كتطلب باش تاكد من الفار بلي راه حنايا دزنا. وصراحه فرحه كبيره اللي ما نقدرش زعما نقدر نقول عليها، ونتمنى ان شاء الله في الفينال نكون في الموعد ان شاء الله. الحمد لله احنا لعبنا ضد منتخب اللي معروف في الساحه في القاره السمراء، فريق اللي عنده واحد التعود على انه يكون دائما في كارت فينال. والحمد لله اهم حاجه هو اننا دزنا، ودابا نرتاحوا باش ان شاء الله نفكروا في الفينال، وان شاء الله نعطيو لو ماكسيموم ديالنا باش الكاس تبقى في المغرب ان شاء الله. يعني وهذيك خدمه ديال لي كوتش، وان شاء الله اللي غادي يديروا الفيزيوناج ديالهم وغادي يقراو لادفيرسير لو ماكسيموم ديالهم، وغادي حنا نحاولوا نطبقوا كاع داكشي اللي غيعطيونا لي كوتش، وان شاء الله غادي نديروا الجهد ديالنا ونلعبوا الكره باش ان شاء الله نخليو لاكان هنا ان شاء الله. يعني فشكرا لهم، دائما تيجيو تيشجعونا من البدايه ديال لا كومبيتيسيون، فريمون كنشكرهم وكنبغيوهم يجيو يشجعونا عاوتاني. حنا محتاجين لهم في لا فينال باش ان شاء الله حنا كاملين نكونوا مساهمين في هذا الانجاز هذا. فاصابه ما تبغات في المغرب اخذ لك حقك اهو، زي ما قلنا بالكربون، صنفر اللي صنفرك، هشتك اللي هشتكك، وبشتك اللي بشتكك، ومرجح اللي مرجحك، وكربك وده الاهم اللي كرباجك. زي ما قلنا في الحلقه اللي نزلناها على قناتنا دي على اليوتيوب، كوره كاش اللي كان معانا، قلت الجزائريات والمنتخب الجزائري خرج من الغانيات، انتظروا العو الكبير في الطريق يا اخوانا، ما تقلقوش، والكثير لكلامي ما كانوش مصدقين. اهو المغرب في النهائي، شفت عمل ايه؟ وبنفس الطريقة وبنفس النتيجة، لا النتيجة مختلفة بركلات الجزاء. اصلا انا نشدت لاعبات المغرب وقلت لهم ارجوكم هاتوا حق المنتخب الجزائري، اعملوا في الغانيات اللي عملوه فيهم. حلفوا وقالوا عند رغبتك يا ابو زيد، ولا يمكن ان احنا ابدا نخيب رجائك فينا. هما كده تراهن عليهم يكونوا قد المسؤولية. الهدف الاولاني اللي جاء في الحمد لله مقابله ماراثونيه، والحمد لله والتاهل عن جداره واستحقاق النهائي بعد شوط اول كارثي. غادي ندخل التفاصيل ونهضر على المقابله، ولكن برافو البنات، تقاتلوا اخر رمق ضربات الجزاء. برافو الحارسه اللي تبعت يعني في ضربات الجزاء بونو الزاوج ما شاء الله عليها، يعني تقاتلت. برافو اللاعبين اللي تيروا لضربات الجزاء
الجزاء اللي عرفوا فين يتيريو ضربات الجزاء، اللي ما خلاوش الحارس الضوء ديال غانا، لانه شفنا المقابله اللي فاتت مع الجزائر ضربوا 120 دقيقه ومشاو لضربات الجزاء، وفي ضربات الجزاء تعلقت الحارسه الغانيه، ولكن اليوم ما خلاولهاش الضوء، يعني عرفوا فين يتيريو بالقوه ويتيريو في القنت ويختاروا قنت ويتيريو ما شاء الله. اليوم الحمد لله المنتخب المغربي المره الثانيه على التوالي تاهل نهائي كاس افريقيا، وهذه المره ان شاء الله عن جدار واستحقاق غادي ياخذ الكاس افريقيا، وخصو المدرب هذا المدرب خصني نهضر معاه، يعني هو ننتقدوه يعني في واحد لي شوا اللي دارهم في بريمير ميطو، لانه البدايه نهنئوا الشعب المغربي ونهنئوا فوزي القجاع والجامعه وكل شيء على الخدمه المتقونه اللي راهم يديروها. تخيل ثاني نهائي على التوالي تتاهل لافينال ديال كاس افريقيا ماشي سهله. اليوم مع منتخبات اللي فات بهم المنتخب المغربي منتخبات المهم الاخوان، بعد ما شاهدنا الاعلان اشقل على المنتخب الوطني المغربي وعلى اللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي وشنو راج في المقابله، المهم الاخوان ديالنا حتى من اللاعبات كيبغيو يساندهم الجمهور، وكذلك نحن نساند الفريق ديالنا الوطني باش يحقق نتائج ايجابيه ونتائج زوينه. المهم الاخوان ديالنا، حاجه واحده اللي بغينا نعرفوا، المنتخب الوطني المغربي المقابله ديال النهائي واش غادي يرتكب نفس الاخطاء ولا غادي يزيان الاداء ديالو ولا غادي نديو اللقب. المهم الاخوان ديالنا، من عجبكم الفيديو السلام عليكم.